يا مساء الخير على اجمل متابعين في الدنيا. ازيكم يا حبايبي؟ عاملين ايه؟ النهارده بقى جبار، يعني عايزه اقول لكم لو عندك اي حله محروقه من مكون من مطبخك، مكون بسيط جدا هيرجع لك الحله المحروقه زي ما كانت، وكمان احسن شويه وبتلمع كمان. يعني هتخليها تنور زي ما كانت بدون اي تكلفه. حاجه بسيطه كده وهنرجع الحله، يعني ما تقوليش هم اي حله محروقه بعد كده. تعالى بقى احكي لكم حله قصه الحله المحروقه دي. بس يا ريت لاول مره بتشوفيني تشتركي في القناه، كلمه اشتراك تحت الفيديو. وكمان يا ريت ما تبخليش عليا باللايك يا ست الكل، حلو منك كده. اللايك فضلا وليس امرا يا جماعه، اللايك عشان هو اللي بيرفع الفيديو. تعالوا نشوف الحله بقى. اتحرقت اتفحمت، يعني عايزه اقول لكم ان انا نسيتها على البوتاجاز ساعتين ثلاثه كده لحد ما الاكل نشف خالص فيها زي ما انت شايفه. يعني مستحيل تنضف. طبعا انت لو مسكتيها في ايدك وعملتيها بصبعك كده وحكيتيها استحاله تتحك ولا تقشر كمان. تعالوا نشوف بقى بمكونات بسيطه خالص من المطبخ هنرجعها زي ما كانت. يعني ما تعوليش الهم الحاجه المحروقه بعد كده. معايا ملح طعام عادي خالص، ملح اكل الطعام، لا خشن لا ناعم، يعني زي ما انت حابه ممكن تحط. انا معايا معلقتين كده كبار من الملح الطعام. ومعايا طبعا مسخنه ميه في الكتل بغليها كده مقدما. وبعد كده كربونات، معلقه كربونات الطعميه. ما عندكيش كربونات ممكن تستغنى عنها بقى، وتقومي حاطه بيكنج باودر بتاع الكيكه او الشيف كيك، او كربونات الطعميه. دي كربونات الطعميه. ومعلقه كبيره من الخل هتتفاعل مع بعضها لحد ما تاكل الحروق دي شويه مع الميه المغليه. هسيبها حوالي مثلا كده ربع ساعة على النار لحد ما تبرد خالص المية. وبعد كده هوريكم بعد الفيديو ما تبرد المية خالص. هسيبها تغلى على النار حوالي ربع ساعة كده. وكمان ازود المية تاني، بكون بسخن مية تاني في الكاتل تاني عشان اضاعف المية اللي في الحلة دي. انا مولعه النار اهي زي ما انتم شايفين، بوريكم النار وخليها تغلي بس ما فيش ربع ساعه واقوم طافيه عليها. كل الحروق دي هتطرى معايا مع المواد اللي احنا عملناها. عايزه اقول لك ان دي مش خلطات، يعني دي معتبر مش خلطات، ده ملح وخل موجود عندنا في اي مطبخ. وكمان معلقه كربونات الطعميه او الشيف كيك او البيكنج باودر بتاع الحلويات. عايزه اقول لك بقى شوفي بيتقشر معايا رغم ان هو كان ناشف جدا جدا والحرق ماسك في الحله بكل سهولة. كمان هنرجعها بطريقة حلوة جدا بتلمع احسن من الاول كمان. بمكون بسيط خالص من المطبخ برضه هترجع لك الحلة زي ما كان. عايزه اقول لك بجد يعني ما تعوليش هم اي حاجه تتحرق عندك من النهارده. يعني انا نسيتها على النار غصب عني بجد، حاجه كده. اتصدمت من منظر الحله، قلت استحاله ان هي تنضف معايا. بس حبيت اجرب التجربه دي معاكم ونضفتها معاكم برضو بالشكل اللي انتوا شايفينه ده. هنرجعها بتلمع من تاني. اي كيسه بقى قديمه كده وتقومي حطاها تحت الحله عشان خاطر اي تسخات تنزل في الكيسه او اي الحروق كلها تنزل في الكيسه. لو عندك فوطه قطنه او اي حاجه قديمه ممكن تفرشيها تحت الحل عشان تعرفي تتحكمي بس وتنزلي كل الحروق اللي فيها دي. يا ريت تقولي لي انت بتابعيني من انهي بلد عشان ارحب بيكي، وشكرا جدا على اللي عمل لايك مقدما. لان اللايك يا جماعه هو اللي بيرفع الفيديو بجد. يعني انا بتعب في الفيديوهات دي ان انا اوصلها لكم كمان حاجه صح 100% ان انتوا تقدروا اوصل لكم المعلومه صح. فيا ريت انت ما تبخلوش عليا باللايك عشان الفيديو يترفع لاكبر عدد. وكمان هنشوف الحله المحروقه دي في الاخر هتطلع ازاي. حاجة كده يعني خيال بتطلع معايا بكل سهولة. حابة تعمليها بقى بغطا بيبسي، غطا البيبسي كده تاخديها وتعملي بيها او بالمعلقة حسب ما انت حابة تعمليها. انا قشرت كل الحروق اللي فيها وكانت بتطلع معايا بكل سهولة. يعني انا ما صعبتش عليا يعني ما كانتش صعب عليا. الحروق اللي هي فيها دي كانت سهلة بصراحة، يعني ما تعبتش فيها خالص. ولو عندك حله سيليستين واتحرقت برضو بنفس الطريقه كده اعمليها. اي حرق لو طاسه الآلية اللي عندك برضو في المطبخ برضو اعمليها بنفس الطريقه وهتطلع معاكي تحفه. عايزه اوريكي في الحله في الاخر، يعني هتنبهري بجد، حاجه كده خيال. انا حابه اوريكم الحروق دي علشان خاطر ناس بتشكك بعد الفيديو وتقولك هي جابت حله تانية او مش الحله هي. فانا حابه اوريكم برضو الحروق جنب الحله وانا بعملها وبغسلها لاخر لحظه عشان الناس ما تشككش ان هي مش هي الحله في الاخر. يعني النتيجه ان انتوا تنبهروا بيها فهتقولوا طبعا الحله مغيراها. لا، عايزه اوريكم برضو الحروق اهي قدامكم عشان خاطر الناس اللي بتشكك في الامر او بتشوف وتقولك لا ده الموضوع دي مش الحله هي خالص. لا، عايزه اوريكي ظهر الحله اللي في ايديا. وكمان مزرقه زرق فظيع من غلي الميه كمان. قلبت كده بزرق مش نظيفه خالص. انا خلاص شلت طبقه الحروق كلها بالمعلقه لانها باشت معايا ولنت معايا خالص. فكانت سهله معايا قوي في طلوعها، يعني ما كانتش صعبه ان انا اشيل طبقه الحرق او طبقه الاكل المحروقه اللي كانت في الحله. شايفين ظهر الحله عامله ازاي؟ حاجه كده يعني. طبعا صعب عليك ان انت تقولي تنضف، لا ده هتنضف وهتلمع كمان وهتبقى احسن من الاول.
حاجات كده بسيطه. تعالى اقول لك بقى على سر بقى معايا. برو الصابون، عارفين برو الصابون اللي احنا بنرميه ده في الحمام؟ برو الصابون ده عايزه اقول لك ان هو بيلمع الالومنيا ويرجعها بتبرق، بتشيل اي طبقه زرق في الحلل، وتشيل برضو بتخلي الطبقه الاولانيه بتاعت الزرق دي بتشال نهائي، وبتخلي الحلل بتلمع الالومنيا بالذات. برو الصابون يا جماعه اللي احنا بنرميه ده ممكن تبشريه وتغليه على النار ومعلقه كربونات عليه وتلمعي بيه الالومنيا كلها، بتشيل الطبقه خالص. هتشوف الوقت زرق رهيب، حاجه كده، حاجه يعني، او انا هوريها لك بايدي بعد ما اغسل، حاجه كده يعني ما تتوقعهاش. برو الصابون ده يا جماعه بيلمع الالومنيا ويرجعها من تاني. اي صابون عندك بواقي في الحمام ما ترميهاش، ممكن تبشريها وتحطيها معلقه بيكربونات كده على البوتاجاز وتلمعي بيها الالومنيا. انا بقى كنت مستعجله فانا غسلت بيها بالسلكه الناعمه. طبعا انا بحب اغسل بالناعم بالذات الالومنيا لانها بتعمل طبقه كده بتجلي الالومنيا خالص. ولو في حاجه مش صعبه عليك ممكن تغسليها بالسلكه الناشفه دي اللي انا هوريها لكم دلوقتي من جوه، لان في بواقي لسه حروق فهي مش هتطلع معايا بالسلكه الناعمه، هضطر ان انا اخد السلكه الخشنه التانية واعمل بيها. هوريها لكم دلوقتي في الفيديو برضو. انا باخد بس طبقه الزرق دي الاول بسلكه الناعمه دي، السلك البلدي العادي، وبالصابون البواقي اللي انا قلت لكم عليه. عايزه اوريكم بقى طبقه الصدى. يعني انا هديت الفيديو خالص، كنت مجريه الفيديو. شايفين الطبقه الزرق دي او طبقه الغمقان دي؟ عايزه اقولك السلك البلدي العادي ده مع برو الصابون بتنزل كل طبقه الصدى اللي فيها. انا بطقت لكم حته من الفيديو عشان تشوفوا كميه الزرق اللي بتبقى في الحله وبتلمع مع بواقي الصابون اللي احنا بنرميها مع السلك الناعم العادي البلدي. طبعا الخشنه دي بقى قلت بقى لازم اطلع منها بواقي الحروق. انا طولت عليكم يا جماعه الفيديو معلش، بس انا حبيت اوصل لكم بالتفصيل عشان كل حاجه تبقى واصله لكم المعلومه صح 100%. يعني كل حاجه في الفيديو بحب اوصلها لكم واحده واحده كده. انا عارفه ان انا طولت عليكم في الفيديو معلش، وهي خلاص لمعت معايا اهي وخلاص كده. يعني بصوا شايفين الزرق اللي طالع من الحله؟ عايزه اقول لك الصابون العادي ده، الصابون البلدي او الصابون الابيض او الصابون الاسمر ده بيشيل اي طبقه في الالومنيا. شوفوا بقى الحله رجعت من تاني بتلمع واحسن من الاول كمان. وعايزاكم يا جماعه تعتمدوا الموضوع ده عندكم، ان انتوا تغسلوا بالسلك العادي الالومنيا مع الصابون البلدي العادي او البواقي الصابون اللي بتبقى في الحمام. عايزه اقول لك بترجع الالومنيا بتبرق من تاني. وان شاء الله اعمل لكم فيديو مخصص للحل الالومنيا دي، نغسلها ازاي وبطريقه ازاي تخليها ترجع وتلمع من تاني. كل البواقي والحروق اهي زي ما انتم شايفين اهي، عشان ما تقولوش هي اللي غيرت الحله. ودي الحله بتلمع معايا. وشكرا جدا على استماعكم للفيديو، وما تحرمش جدا من اللي عمل لايك، شكرا مقدما. وبجد يعني يا ريت تشجعوني بتعليق حلو ممكن كده يفرحني، تعليقاتكم الحلوه دي اللي بتفرحني وتشجعني. واشوفكم في فيديو جديد ان شاء الله، وباي باي.